سورة واحدة تقرأها في أواخر سنة 2022 وتبدأ بها السنة الجديدة، وبإذن الله تعالى سوف يفتح لك الله أبواب الخير ويعجل كل رزق ضاق عليك. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم عالم المساء. هذه القناة التي سأشارككم من خلالها مجموعة من النصائح والوصفات. لا تنسوا دعمي عبر نشر الفيديو مع أصدقائكم كي تعموا الفائدة بإذن الله تعالى. فضلا وليس أمرا اكتبوا في تعليق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اكتبوها في تعليق واضغطوا على زر أعجبني كي أعرف كم من واحد صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام. كما ترون في العنوان بإذن الله تعالى اليوم أعطيكم أسرار هذه الصورة التي سبق وشاركتكم إياها، ولكن أذكركم بقراءتها في أواخر سنة 2022. تقرؤونها كي تبدأون سنة 2023 بحلة جديدة، وأيضا تبدأونها وتفتحون أبواب رزقها، رزق السنة الجديدة بإذن الله تعالى. سيعجل لكم الله الخيرات والرزق بإذن الله تعالى في السنة الجديدة. هذه السورة سورة سبأ، المعروف بأن قراءتها تجلب لك الرزق وتجلب لك الخير، وأيضا تجلب لك خيرات الدنيا قبل الآخرة وأنت في الدنيا، وأيضا تجلب لك الحظ الموفق إلى جانبك، دائما تكون موفق. وتقرأها وتفتتح بها سنة 2023، تفتتح بها هذه السنة، وبإذن الله سوف تلاحظ أن الحظ لن يفارقك ولن يبتعد عن طريقك، دائما تكون موفق أينما وضعت يديك. فصورة سبأ بإذن الله تعالى تكون مثل شيء يجلب لك الرزق ويجلب لك ذلك الحظ الذي أنت تريده بإذن الله. إلى اللقاء.